سلام عليكم. شايفين الجمال ده؟ طبق قطايف صنعة ايديكي، جميل جمال ملوش مثال. هنعملها مع بعض من الالف للياء، وبعدين الحشوة فيها حتة تكاية هتخلي طعم وريحة القطايف دي جايبة اخر الدنيا. ويلا نشوف هنعمل ايه. اول حاجة الشربات، هحط 3 كوبايات سكر، واحط عليهم كوباية ونص مية، واخدهم على عين البوتاجاز لغاية ما الشربات يغلي. بنهزه كده، بنهز الشربات عشان لو في اي حبيبات سكر على جوانب الحله تنزل. بعد ما يغلي بالظبط الغلوه الكبيره دي، بروح جايبه نص ليمونه وعصراها بالشكل ده، واطلع الشربات بره واسيبه يبرد خالص. بعد كده هحط عليه فانيليا، نقطتين فانيليا، وكمان بجيب من عند العطار روح جوز الهند، بحطها في كل الحلويات بتاعه رمضان، بتخلي ريحتها حلوه قوي. يبقى فانيليا وجوز الهند، روح جوز الهند، وشمي ريحه الشربات الجميله بقى. يلا نركنه نسيبه يبرد خالص، وبعد كده تعالوا نشتغل في العجينة. العجينة بتاعتنا مقاديرها سهلة وبسيطة جدا يا جماعة. ادي كده كوبايتين ونص دقيق، ولا فيها سميد ولا وجع قلب. كوبايتين ونص دقيق، واحط عليهم معلقة كبيرة سكر، معلقة صغيرة خميرة، واحط معلقة كبيرة لبن بودر لو موجود عندك، معلقة كبيرة نشا، ونص معلقة صغيرة بيكنج بودر عشان تقرمش مع النشا. ماشي كده، واقلبهم كلهم في بعض. وبعد كده رشة ملح. الناس اللي سألتني يعني ايه رشة ملح، اهي يعني كده حاجة بسيطة بين صوابع ايديكي كده بس على العجينة. بعد كده هيكون عندي مية دافية، هحط 3 كوبايات بالظبط مية دافية. هتلاقي العجينة بتاعتك خفيفة، وهتستغربي. بصوا بقى التكاية دي، نفس الفانيليا وروح جوز الهند اللي حطيتهم في الشربات هحطهم في العجينة. العجينة بيبقى طعمها وريحتها جميلة ما شاء الله عليها، ومختلفة تماما عن القطايف اللي متعودين عليها. قلبي كده، ما تقلقيش ان العجينة خفيفة، بعد ما بتخمر بتتقل شوية، بتاخد قوام تقيل شوية. لازم نصفيها بالشكل ده بمصفى سلك، اللي هي مصفة الشاي الضيقة دي، عشان اي حبيبات او اي حاجة ما بتبقاش موجودة معانا في العجينة ما تخرصش معانا. بصوا بقى كده، نغطي عليها ونسيبها بالظبط، هتاخد ربع ساعة تخمر. اكون انا حضرت الحشوة بالتكات بتاعتنا. ما بحطهاش في الكبة، في كيس كده، وبايد الهون بديها جرشة جرشة، يعني بفرمها خشن، بتبقى حتت كده ما بتتفرمش ناعم بالشكل ده. اي مكسرات عندك بقى، سوداني، بس سوداني على عين جمل، اي حاجه، الجوده بالموجود يا ستي، محدش هيلزمك بحاجه. في الكيس كده بالشكل ده. وتعالوا شوفوا بقى الجرشه اللي بقول لكم عليه. بصوا، مجروشه خشن. بعد كده هزود عليها جوز هند، وهزود كمان شويه زبيب، واقلبهم كده في بعض. وده شكل الاصل بتاع الحشوه. وتعالوا بقى شوفوا السر الخطير اللي هقول لكم عليه. هنجيب يا ستي ايه بقى، 2 موزه بالشكل ده مستوي، ابو نقطه الجميل المعسل ده، واروح حطهم كده في الطبق، واديهم هرسه بالشوكه، اعملها كده حاجه زي معجون الموز. ده بقى بيدي ريحه وطعم للقطايف. اللي بياكلها مش هيقولك ده موز، مش عارف هو ايه، بس في الحشوه في طعم حلو زي روح الموز اللي بتتباع عند العطار بالظبط. يعني عايزه اقول لكم مش هيبقى فيه طعم موز، لا، ده هيبقى فيه طعم حلو جوه الحشوه. اللي هياكلها يقولك حاطه في الحشوه ايه، فيها ريحه حلوه كده وفيها طعم مختلف. بصوا نعمها كده، ونروح منزلينها على المكسرات بتاعتنا اللي حضرناها. وبعد كده يكون الشربات برد، هاخد منه كبشة الأول من الشربات على الحشوة، وعايزاها تبقى متماسكة. اعجني كويس قوي الأول، قلبي كده، وبعدين اعجني بإيديكي. لو لقيتي الحشوة لسه مفرولة، هناخد نص كبشة كمان، ولا هتسكرها ولا حاجة، ما تقلقيش. بصي دي نص كبشة، وافضلي بقى اعجني بكف ايدك كده واضغطي عليها. لو مسكت معاكي وعملت كده زي صباع الكفتة، يبقى تمام، هي كده اتشربت وبقت زي العسل بالشكل ده. بس يا ستي عجينتنا هي خمرت. بصوا بقى القوام، شايفين عملت ازاي، مسكت نفسها وتقلت ازاي. اديها ضربة برضو بالمضرب اليدوي كده، ولا خلاط ولا وجع قلب. جبت بقى معلقة ايس كريم عشان اقدر اتحكم في حجم كل القطايف. محضرة صاج وحط عليه فوطة عشان احط القطايف اول ما تطلع سخنة على الفوطة، واغطيها بنص الفوطة التاني. اول طاسة بتاعتنا دي ما بتتظبطش في حجم القطايف خالص. هتشوفوني عامله لكم دلوقتي ايه، كائنات فضائيه، واحده كبيره وواحده صغيره. واحده جت على حرف الطاسه موتتني من الضحك كده، على يا دوبك على الطاسه التانيه او التالته، على ما ايدك بقى تبتدي تظبط بالظبط. بصوا الفقاعات عامله ازاي،
ده نجاح العجينة، علامة نجاح العجينة. اوعي تحركيها ولا تيجي ناحيتها لغاية ما كل اللون الأبيض بتاع العجينة ده يروح. بصوا شايفين كده الظهر لونه بني وجميل ازاي. دي بقى المعوجة اللي بقولكوا عليها. اول طاسه دي لازم تلاقي كده يعني عجب العجاب. بعد كده بعد اول طاسه بروح مسحه بمنديل، ما فيش زيت ولا اي حاجه، بمسح بس بمنديل كده مطرح العجينه. دي بقى التانية، يا مسهل يا رب يا رب نظبط. برضو هتلاقي في واحده كبيره واحده صغيره، في هناك واحده مطوله. بالشكل ده. برضو في واحدة اتزنقت هناك في حرف الطاسة. يا جماعة الفقاقيع اللي انتوا شايفينها دي او الخروم دي، ده نجاح العجينة وتخميرها. وشايفين اللون من تحت عامل ازاي، ما شاء الله عليها تحفة. ريحتها حكاية. اوعوا تنسوا الفانيليا اللي حطيناها وروح جوز الهند، بتخلي العجينة نفسها ريحتها حلوة قوي، غير الشربات نفسه اللي حطينا برضو فيه الفانيليا وروح جوز الهند. لو ما عندكيش روح جوز الهند كفاية الفانيليا، حطي الفانيليا في الشربات وحطي الفانيليا في العجينة. وخلي بالكم من حاجة، احنا واخدين من الشربات حاطين في الحشوة، يعني برضو الحشوة هيبقى فيها نفس الريحة اللي احنا حطيناها في العجينة وفي الشربات. يعني كده انا ابتديت بصوا شوية اهو نظبطها. الحمد لله رب العالمين. متابعين معايا انتوا؟ ها، واخدين بالكم؟ يعني بصوا، دي مثلا التالتة او الرابعة على ما ابتدت تظبط. الواحد يفرح بنفسه يا جماعة، والله 7 صنايع يا جماعة. بصوا الجمال، شايفين عاملة ازاي وطرية جدا. بصوا اللون. يلا يا ستي، ولا اجدع حلواني في زمانه تقومي على طول تعمليها وبالحشوة دي. واوعي تنسي الموز اللي قلتلك عليه. والله يا جماعة هتتفاجئوا بالنتيجة والريحة فظيعة روعة ما شاء الله. انا عايزة اقول لكم الولاد كانوا هيتجننوا على الريحة بتاعت الحشوة وريحة العجينة وهي بتستوي. كده خلصنا الكمية كلها الحمد لله. وزي ما قلت لك لازم تتغطى، وبسيبها بعديها نص ساعة في الفوطة متغطية تهدى خالص، ما بحشيهاش في ساعتها. لازم كده السخونية بتاعتها تهدى تماما. شايفين لونها؟ بصوا جميلة جميلة ما شاء الله عليها. شايفين بقى هي في الفوطة كده، وبغطيها واسيبها تريح شوية. بعد كده بقى تعالوا نحشي معانا الحشوة. اهي شايفين متماسكة ازاي. تجيبي بقى واحدة القطايف كده، شايفين طرية خالص، ما تزوديش الحشوة عشان ما تفتحش منك في الزيت. بنقفلها وهي ما شاء الله عليها. احلى حاجة بقى الريحة وطعم الحشوة الجميل بتاعنا ده. السر ده بقى يا جماعة، ده سر قديم بتاع المستين ده. شايفين جمالها؟ بصوا طرية ازاي، شايفين؟ بصوا مسكتها كده تنتها بين ايديا، شايفين اتنت معايا ازاي؟ ما شاء الله عليها. هعمل بقى كده لغايه ما اخلص الكميه كلها، وتعالوا اوريكم بقى عملت قد ايه. بصوا الطبق ما شاء الله، شايفين من 2.5 دقيق عملنا قد ايه عسل يا جماعه. تعالوا بقى نسخن الزيت، ولازم يكون سخن جدا علشان اول ما تنزل ما تديش مجال انها تفتح معايا في الزيت لا قدر الله. بنحط كده القطايف في الزيت السخن، وبعدين نقعد نقلبها بالراحة خالص من تحت لفوق من تحت لفوق كده بالمنظر ده. تاخد بقى لون ذهبي جميل. انا بحب بس اقرص عليها شويه في التحمير، لان هنا بيحبوها مقرمشه جدا. وخلي بالك احنا مش حاطين سميد، فمحتاجين نقرص عليها شويه عشان تبقى مقرمشه من بره وتبقى طريه جدا من جوه. هنا للاسف الاضاءه والله كانت غامقه، بجد ظلمتها. دي طالعه ذهبي وجميله زي ما شفتوا الطبق ده. يعني بجد ما شاء الله كانت روعه روعه روعه. والكميه يا جماعه كبيره ما تصدقوش ما شاء الله. يعني حد يقول 2.5 دقيق يطلعوا الكمية دي كلها، بسم الله ما شاء الله. فرقي بقى على الحبايب وحبايب الحبايب. بصوا بقى الجمال في الاخر عاملة ازاي. شايفين لما صلحت الكشاف ونور؟ شوفوا اللون الذهبي الجميل. يلا يا جماعة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اعملي القطايف في البيت وهتنبهري بالنتيجة، وما تنسيش دعوة حلوة لما تدوقيها وتشكري فيها.